مرحبا بكم مشاهدي قناة ريفيرونس تي في الحلقة الرابعة من برنامجكم سؤال اليوم. سؤال اليوم يتمحور حول المنتخب الوطني المغربي، فمع اقتراب أولى المباريات برسم تصفيات كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بالغابون سنة 2017 ومطالبة الرأي العام بتعيين بادو الزاكي على رأس الطاقم التقني للمنتخب بعد سنوات عجاف لم ينتشي فيها أسود الأطلس بأي تأهل مع توالي الانتكاسات والإقصاءات واحدة تلو الأخرى. وبعد هذه التوطئة مشاهدينا الكرام، سؤالنا لهذا اليوم هو: هل سينجح بادو الزاكي في ضمان بطاقة التأهل لكأس إفريقيا وتكرار سيناريو سنة 2004؟ نشوفوا جميع. اش نقول لك، يقدر يتأهل الزاكي في حالة ما الا كان داك الشيء كيتوفر عنده من ناحية المادة، من ناحية الإدارة تكون معاه، من ناحية تكوين المغربية كلها تكون معاه باش يوصل لذاك السيناريو اللي داروا في 2004. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يعني حنا كنشوفوا بان المنتخب الوطني بدل، يعني كما كنقولوا الجيل ديالو 90% هذه السنه هذه، واللاعبين اللي اختطفهم من المنتخب الوطني فهم كيبانوا لنا ان لاعبين في المستوى ونفس اللاعبين، يعني التركيبه اللي كانت في سنه 2004. يعني حنا عندنا امل كبير في الناخب الوطني ديالنا سي بادو الزاكي اللي حقق انجاز 2004. بطبيعه الحال كما كنعرفوا ان شاء الله باننا قبولين على الكان في 2015 ان شاء الله، 2017 ان شاء الله، وكنتمناو حظ موفق للمنتخب الوطني المغربي برفقه السيد بادو الزاكي. نعم بالفعل، الزاكي له عند عودته للمنتخب أبان عن إعادة الروح إلى النخبة الوطنية، وحتى المجموعة التي فيها المنتخب الوطني هي مجموعة في المتناول، باستثناء منتخب الرأس الأخضر، فجل المنتخبات الأخرى هي في المتناول، وحتى المنتخب الأخضر ليس بمنتخب المخيف، وباستثناء النخبة الوطنية تأهل بسهولة للنهائيات كأس إفريقيا. أنا أقول إلا مشينا وتجاوزنا الدور الأول هذيك الساعة غتسهل المهمة، لأنه الصعوبه ديال الدور الاول كتكون اكثر، فهمتي، بحكم عامل الثقه. الا مشى المنتخب الوطني تاخذ الثقه وداز للدور الثاني، انا ذاك نقدروا نقولوا يقدر على حساب المنتخب اللي غادي يطيح معاه في الربع النهائيه ممكن. فيما يخص الزاكي والسؤال ديالكم اللي قلتوا واش هو قادر باش يعطي يعني يحقق الانجاز ديال 2004، بالنسبه لي انا يعني الزاكي الراي ديالي الشخصي كنقول راه الاطار الوطني بادو الزاكي قادر باش يحقق انجاز ديال 2004 وعنده كل المؤهلات، وعندنا عندنا ثقه كبيره فيه بانه يعني بالامكانيات والتجربه اللي عنده والسميه الكبيره اللي عنده يعني بالتاريخ ديالو وحتى التعاطف الجمهور الكبير اللي معاه. يعني حنا كنعرفوا ان الزاكي الجمهور هو اللي رجعوا للمنتخب الوطني. بالنسبه لي غيحقق احسن من انجاز، ربما يفوز باللقب. بالنسبه لي انا متفائل وكنقول الزاكي غينجح، وإلا ان شاء الله يعني الا بقى في العمل ديالو غادي يعطي نتيجه ايجابيه. منتخب محلي كان حقق واحد الانجاز في الامارات ولا ما عرفتش السعوديه، من بعد ما بقيناش شفنا والو، نكسات نكبات، كنعيشوا نكبه دابا مع المنتخب الوطني، وكنتمنوا ليه حظوظ وفيره في الفوز وفي هذا الملتقى الرياضي. والصراحه من بعد الانتكاسات اللي كانت ما بقيتش كنثق في كره القدم المغربيه. اشاك فوا كنتفرج فيها كنتفقس. انا كنت من المحبين ديال كره القدم، كنت كنمارسها، ولكن واحد الوقيته صافي بعدت عليها، لان كتلقى بان المغرب ما فيهش كره القدم كما هي. بادو الزاكي واش غادي يدير شي حاجه هذا العام ولا ما غايديرهاش، صافي صافوا خاص ليكيب تكون سودي، تكون مزيانه، يلعبوا مزيان بالروح الوطنيه، هي اللي كتنقص المنتخب الوطني. الروح الوطنيه هي اللي كتنقص المنتخب الوطني. كنتمنى لهم الفوز، وان شاء الله غيفوز. كنظن ان السيناريو غيتعاود. كنتمنى انهم ما يتعاودش في لافاز فينال، انهم يديو هذه المره الكاس، ماشي يوصلوا حتى للاخر وما يديوهش. كنتمنى لهم الخير، وان شاء الله بادو الزاكي غيفرحنا هذا العام ان شاء الله.